نحن كنساء حزب سوريا للمستقبل نهدف إلى توعية وتطوير المرأة السورية بشكل خاص، وإلى المرأة بشكل عام، المرأة في العالم بشكل عام. الهجمات أو الاعتداءات التركية على شخص المرأة بالذات في سوريا وفي المناطق الحدودية، كما رأينا مؤخرا في كوباني تم استهداف ناشطات في كوباني. طبعا الهدف من هذا من قبل تركيا تقليص دور المرأة، لأنه هذه الثورة بدأت بتقدم المرأة وببصمة المرأة، فتركيا تريد أن تكسر إرادة المرأة الحرة، تريد أن تكسر إرادة الشعب السوري عبر كسر إرادة المرأة. فنحن كحزب سوريا المستقبل وكنساء خاصة ندين ونستنكر هذه الاعتداءات على الشعب السوري كافة وعلى المرأة خاصة، ونعزز من توعية المرأة ونعزز من دور المرأة السياسية ودور المرأة في كافة مجالات الحياة الاجتماعية. فحقيقة دور المرأة دور أساسي في تطوير ثورة الشعوب. نأمل أن نكون كحزب هو جسر الآمن الذي يعبر عليه هذا الشعب وتعبر عليه المرأة إلى الأهداف المرجوة، إلى الديمقراطية، إلى اللامركزية، إلى السلام، إلى الحرية، إلى بلد يعم بتعدد الهويات والثقافات والأديان، مع المحافظة على حقوق كل الفئات في هذا البلد. كحزب سوريا المستقبل نحن كنساء في هذا الحزب وكمكتب التنظيم وكشبيبة أقمنا العديد من الفعاليات على مستوى العامين المنصرمين. هذه الفعاليات كانت على كافة المستويات، الثقافية، السياسية، الإدارية، التنظيمية. أقمنا العديد من دورات تدريب وتوعية المرأة، أقمنا العديد من الدورات التعليمية، دورات محو الأمية، دورات تعليم مهن صغيرة، يعني لدعم حقوق المرأة، لدعم مساندة المرأة لحياة حرة كريمة. وعلى مستوى كافة الأعمار، يعني استهدفنا كافة الفئات العمرية كمرأة. حزبنا تأسس قبل عامين، تأسس من رحم الأزمة السورية، وأصبح حزب الشهداء أيضا، حزب تأسس على إرادة الشعوب ودماء الشهداء. سنبقى مستمرين على الحفاظ والمثابرة في تحقيق أهدافه، وسنكون في غاية الاستعداد لأي تطورات سواء أو تغييرات سواء داخلية أو خارجية، ونكون عونا لهذا الشعب ليصل إلى هدفه المرجو. ونحن كشعب سوريا هدفنا واحد، هدفنا السلام، هدفنا الأمان، هدفنا الديمقراطية، التعددية، اللامركزية. نحن شعب واحد، فنحن كلنا شعب سوري نهدف إلى توحيد الشعوب في المنطقة، يعني المحافظة على ثقافة كل السوريين، كل من على حدة، كل إنسان نريد أن يكون على طبيعته، على تقليده، على أن يعيش كما هو يريد، ولكن بضمن إطار التعددية الديمقراطية اللامركزية. سوريا واحدة أرضاً وشعباً.